رياضيات للصف السادس الابتدائي. أجد الناتج مستعملا جملة جمع. سؤال أول: كل الطلاب يعرفون إنه 9 - 4 الجواب 5، بس يريدون منا بطريقة جملة الجمع، يعني أكتب 9 وأكتب جمع بدل هذا طرح جمع، وبعدين أكتب قوس، وهنا عندي -4، والجواب عندي عدد موجب وعدد سالب. إذن العملية عملية طرح، والإشارة للعدد الأكبر، يعني موجب 5، بس ما يحتاج أكتب موجب، بس أكتب 5. السؤال الرابع نفس الشيء، 8. هذا الطرح عملية طرح أعمله عملية جمع، ويكون هذا أغيره إلى معكوسة، يعني موجب 23، والجواب يكون عندي عددين، هذا العدد موجب، هذا العدد موجب، إذن أجمعهم، والإشارة كمان نفس الإشارة، أي موجب هنا، وأجمع العددين 8 و3 11، و2 و1 3، بس ما يحتاج أكتب موجب، أكتب 31. السؤال الثاني 15 زائد هنا موجب 7 ويساوي 22 -24. إذن عندي عددين، العملية طرح، والإشارة للعدد الأكبر بمعنى سالب. 24 ناقص 16، 14 ناقص 6 8، -8. 5 زائد -7 ويساوي -2. -58 زائد موجب 37 ويساوي العملية عملية طرح، لأنه عددين، هذا سالب هذا موجب، والإشارة للعدد الأكبر، إذن الإشارة سالبة، لأن 58 أكبر. 8 ناقص 7 1، 5 ناقص 3 2. السؤال السابع: قطار انطلق من محطة القطار في مدينة بغداد باتجاه الجنوب، فقطع مسافة 278 كيلومتر، وتوقف عند المحطة 1000، ثم عاد بعكس الاتجاه فقطع مسافة 122 كيلومتر، وتوقف عند المحطة باء، ثم عاد مرة أخرى بعكس الاتجاه فقطع مسافة 16 كيلومتر، وتوقف عند المحطة جيم. ما موقع المحطة جيم بالنسبة إلى محطة القطار في بغداد؟ إذن القطار من بغداد إلى الجنوب
وبعدين مرة ثانية يرجع، وبعدين مرة ثانية يرجع بعكس الاتجاه. أنا رسمت شوية هنا حتى أفهم. هنا مثلا بغداد، ويتجه القطار نحو محطة ألف ويقطع هاي المسافة كلها، بعدين بعكس الاتجاه يرجع إلى محطة باء. طبعا أنا رسمته مو على نفس السكة، بس هو القطار على نفس السكة حتى يكون على نفس حتى يبين رسمته بجنبه، بس هو على نفس السكة. إذن ثاني مرة يقطع هاي المسافة بالكيلومتر، ثالث مرة يرجع ويكون هاي المسافة. الآن يريدون مني ما المسافة بين جيم وبغداد، ولكن جيم بالحقيقة يجوز يقع هنا، فيريدون هاي المسافة. أنا أخذ المسافة الأصلية كلها أول مسافة، وبما أنه من يرجع يقطع مسافة بالعكس، إذن لازم يكون سالب 122 وبعدين موجب 16. إذن أول شيء أطرح وبعدين أجمع 8 ناقص 2 يساوي، أو إذا أعمله بالطريقة الجمع مثلا هيك 8 7 2 وهنا سالب 22 يساوي عملية طرح والإشارة للعدد الأكبر، يكون موجب 8 ناقص 2 6 7 ناقص 2 5 2 ناقص 1 1. بعدين عندي 156 نجمع مع 16 ويساوي 6 و6 12 و5 1 6 وهذا 1. إذن القطار يبعد عن بغداد بمسافة 162 كيلومتر، أو محطة جيم 162 كيلومتر من بغداد. سؤال رقم 8. بلغت درجة الحرارة في أحد الأيام في القطب الشمالي -20 درجة سليزية عند الساعة 12 ظهرا، وبدأت تنخفض بمعدل 2 درجة كل ساعة، فكم تصبح درجة الحرارة عند الساعة 6 مساء؟ أكو عدة طرق لحل هذا السؤال. مثلا ممكن نعمل مثل جدول. ساعة 12 كانت -20، ساعة 13 ولو يجوز ساعة 13 ما تستعمل، بس الساعة الوحدة ممكن نقول وحدة، ساعة بالوحدة، لأنه كل ساعة تنخفض 2 درجة، إذن ساعة بالوحدة تصير -22. ساعة 2 أو 14 درجة الحرارة تصير -24. ساعة 15 أو ساعة 3 درجة الحرارة -26. ساعة 4 أو 16 درجة الحرارة -28. ساعة 5 درجة الحرارة -30. وساعة 6 أو 18 درجة الحرارة -32 درجة سليزية. فهذا يكون الجواب، كل ساعة 2 درجة أقل.
بس لأنه بالسالب إذن العدد يكون أكبر، بس الإشارة إشارة سالب. أو نعمل مثلا مثل الساعة، من ساعة 12 للستة كم ساعة؟ من 12 للستة 6 ساعات، وكل ساعة تنخفض درجتين، إذن 6 ضرب 2 يساوي 12، إذن تنخفض ب12 درجة، وناخذ الدرجة الأصلية -20 وبعدين -12، والجواب يكون -32. إذا نريد بطريقة جملة الجمع ناخذ -20 -12، العددين سالب وسالب، إذا سالب وطريقة جمع درجة سليزية. هذا الجواب. بس بهيجي أسئلة أحسن شيء إنه أقرأ السؤال مرة ومرتين، أفهم السؤال، ومن أفهم السؤال يكون الحل بسيط وسهل. كيف أجد ناتج الطرح هذا؟ إذا نستعمل جملة الجمع، إذا أكتب 2 زائد، ويكون هذا معكوسة لأن غيرت هنا أغير هنا. إذا أجمع 9 9 18، 2 1 3 و1 4. أجد ناتج الطرح مستعملا جملة جمع. نغير هذا الطرح يصير جمع، و7 يصير معكوسة، بعدين يصير عندي عددين، هذا موجب هذا سالب، والإشارة للعدد الكبير، والعملية لازم طرح. سؤال 12 نفس الشيء، أغير يصير 31 زائد 9 وأجمع. سؤال 10 أغير، وبعدين عندي عددين، 1 موجب 1 سالب، إشارة للعدد الأكبر، والعملية طرح. 13 نفس الشيء، هنا ما يحتاج أغير، هو عملية هي جمع، إذن عندي عددين، 1 موجب يصير 1 سالب، والعملية طرح، بينما الإشارة إشارة موجب ما يحتاج أكتب. سؤال 11 أغير وبعدين أجمع. سؤال 14 نفس الشيء، أغير هنا إلى جمع، وأغير هنا كمان، يصير عندي عددين، 1 سالب 1 موجب، أخلي إشارة موجب بس ماكو داعي أخلي أكتبه، والعملية طرح 8 ناقص 2 6، 12 ناقص 6 6. سؤال رقم 15، ترتفع قمة جبل حصارست 3680 متر فوق مستوى سطح البحر، وهو أعلى جبل في العراق، وأعمق نقطة في بحيرة الحبانية 50 مترا. السؤال: ما الفرق بين قمة جبل حصارست
وأعمق نقطة في بحيرة الحبانية. إذا نرسم هيجي شوية للتوضيح. هنا قمة الجبل عندي، ومسافة بين القمة ومستوى سطح البحر 3680 متر. بعدين بحيرة حبانية العمق، أكبر عمق هو 50 متر. بما أنه واحد فوق سطح البحر وواحد تحت سطح البحر، إذن الفرق دائما يكون الكتابة هيجي 3 6 8. الفرق دائما يعني الطرح، بس العدد الثاني هو -50. إذن إذا استعمل جملة الجمع يصير 3 6 8 زائد، وهنا معكوس 50 يكون موجب. إذن أجمع العددين، ف8 و5 3 6 و1 7. إذن الفرق يكون 3730 متر بين قمة الجبل وأعمق نقطة في بحيرة الحبانية. سؤال 16. سافر حسن بالطائرة فسمع من الطيار إن درجة الحرارة داخل الطائرة 21، ودرجة الحرارة خارج الطيارة 55 تحت الصفر. أوجد الفرق بين درجتي الحرارة الداخلية والخارجية. إذن الفرق يعني نطرح 21، نطرح من، لأنه تحت الصفر، إذن -55. وبعدين إذا نكتب جملة الجمع يصير 21 ويصير موجب 55، ونجمع العددين يكون الجواب الفرق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية في الطيارة وخارج الطيارة، الفرق 76 درجة سليزية. 76 درجة سليزية. سؤال 17. مسألة مفتوحة. أكتب 3 جمل عددية للجمع والطرح مستعملا الأعداد الثلاثة في كل جملة. عندي 3 أعداد، هذا العدد الأول، الثاني، والثالث. أنا أختارهم وأكتبهم هنا، وبعدين الناتج. مثلا أنا اختاريت -60 وأجمعها مع -48، النتيجة -108. نجمع العددين. بعدين كتبت موجب 12 وبعدين ناقص -60، أعمل منه جملة جمع، يصير موجب 12 وزائد 60، وأجمع العددين يصير الجواب يكون 72. بعدين اختاريت -48 ناقص موجب 12، إذن يصير -48 زائد -12. عددين اثنينهم سالب، الإشارة سالبة أو إشارة سالب، وأجمع العددين 8 و2 10، 4 و1 5 و1 6، النتيجة -60. أكتب مثالا لكل ما يأتي. أنا ما أعمل هذا السؤال 18 و19 لأنه كثير أكو أمثلة
الطلاب ممكن يختارون بكيفهم ينطون مثال لكل هاي الجملتين. أجي على سؤال رقم 20. أكتشف الخطأ. كتبت خلود ناتج الطرح كالآتي: 25 ناقص -75. النتيجة 50، ولكن عندي 25 أسوي عملية جملة الجمع زائد، وهنا موجب 75. النتيجة عددين موجب أجمعهم، 5 و5 10، 2 و7 9، 1 100. 50 خطأ، 100 صحيحة. -42 موجب 20. عندي عددين، 1 سالب 1 موجب. الإشارة للعدد الأكبر، بما أنه عدد الأكبر الإشارة سالب، إذن سالب، والعملية طرح 2 ناقص 0 2، 4 ناقص 2 2. إذن الجواب -22 وليس موجب 22. عدد صحيح سالب، مثلا -21، ناقص عدد صحيح سالب، مثلا 3، يساوي عدد صحيح سالب. إذن -21، وأعمل منه جمع، وهنا جمع 3. عندي عددين، 1 سالب 1 موجب، إشارة للعدد الأكبر سالب. 21 ناقص 3 -18. إلى اللقاء في درس جديد.